باللي شلون بالصلاة على محمد وآل محمد، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح نسوي وياكم طريقة عمل الكبسة. طبعا هنا عندي بصل، بعد ما حمسته راح نضيف الدجاج، هنا راح نضيف البهارات، ثوم بصرة، فلفل أسود، هنا عندي كركم، هيل، وعندي دارسين. بعد ما راح أخليهم يحمسون على النار، وهنا بعد ما نحمس الدجاج راح نضيف عليه خضروات. هنا عندي فلفل أخضر بارد، هنا عندي طماطة تامة ناعم، وعندي رشة ليمون. هنا بعد ما ضفنا الخضروات راح نضيف معجون نخليه يحمس ويا الخضروات. بنات فضلا وليس أمرا لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، حتى قناتنا تصعد تشوفها ناس أكثر. وهنا بعد ما نحمست الدجاجة والخضروات راح نضيف لها جزر عندي مسلوق راح نضيف لها. وهنا راح نضيف الدجاجة معي حتى تستوي الدجاجة استواء بالكامل. وهنا راح أضيف للدجاجة ملح وأطبخها وأخلي الدجاجة تستوي استواء بالكامل، وراح أنقع التمن. بنات ممكن فضل وليس أمر تروحون تشاهدون الفيديوهات اللي أنا منزلتها من قبل. وهنا بعد ما صارت دجاجتنا بهذا الشكل واستوى، هنا راح نضيف عليها التمن اللي قاصدينه ومنقعينه. طبعا هنا راح نشيل الدجاج حتى نروح نشوي بالأوفن أو نقلي كيفكم بعد. وهنا هذا شكل تمنا بعد ما استوى، سهمني وسهمكم العافية. وأكيد ما بتكمل كبستنا إلا ويا دقوس البصرة. هذا شكله وهذا القوام ماله والحرورة تجنن. هاي المواد خنبذيك نسوي سواء عندك طماطة ناعمة، عندي ثوم مبروش، عندي فلفل أخضر حار، لا عندي معجون خلنا نبل. هنا بنات نبتشن باي باي. أتمنى مشاهدة ممتعة، كملوا الفيديو للنهاية، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. باي باي.